اهلا بكم اخوان اخوات، فيديو جديد على قناتكم ايدريك سبور. هذا اخوكم يوسف، نحييكم في هذه القناة الرياضية بامتياز. تحية رياضية لجميع الاخوان والاخوات متتبعي ومتتبعات هذه القناة المتواضعة. هذا اخوكم يوسف. الاخوان والاخوات، اليوم جيت باش نهضر على واحد الموضوع اللي يعاود فرض راسو مرة اخرى. عاوتاني ديما تطرد القضية مع المنتخب، هو ان كاين مشكل في تذاكر آه، مباراة المغرب والرأس الأخضر اللي غتجرى في مدينة الرباط، في ملعب مولاي عبد الله إن شاء الله السيمانة الجاية. فأنا ما فهمتش صراحة، واش الجامعة ما خصها دير شي حل، لأن هاد القضية طرا في ماتش ضد المنتخب أغلبية. ما فهمتش علاش، شنو السبب ما نعرف، لكن الناس البارح بالليل دار بلاغ ان التذاكر غيتلاح وداك الشيء. الصباح الناس تدخل ما تلقى والو. تبقى تسنى من بعد تدخل تلقى ما كاين حتى شي حاجه. ما فهمتش واش مشكل في السيت، واش مشكل واش الناس شراو التذاكر. ما نظنش، لان ما يمكنش يسالي داك الشيء بديك الطريقه. الناس كلشي حتى واحد كيقول ما عندوش الورقه. فواش مره اخرى غادي نكونوا امام سوق السوداء، ام هي مجرد ازدحام في السيت وداك الشيء؟ ما نعرف، ولكن هادشي اللي تبين على ان دائما ما كيعانيو الناس في اقتناء تذاكر المنتخب الوطني. لا قبل، قبال هاد، باش الناس اللي عجبوا ودي يقدر يكون ازدحام، ولكن راه قبل ما يحقق المغرب هاد الانجاز في المونديال كانت طرات هاد القضيه، طرات شحال من مره. فدائما في ماتشات المنتخب كيطرا هاد الشيء. شفناها مع البرازيل، مع عاوتاني دابا مع الرأس الأخضر. فما نعرف، والله ما نعرف، هاد القضية خصها تخاد بعين الاعتبار، لأن ماشي شي مسألة سهلة. دايرة من أهم المسائل، لأن خص الجامعة ت- تواكب الجمهور، وخاص تلقى حلول. طلع الحلول، يا إما يديروا مثلا آه، كارت وحدة تقدر تقطع بها، وملي تجي عندنا تسحب ما تفوتش 3 ديال الوراقي، لأن عرفتي تسحب الوراقي في التيران. ما تفوتش 3 ولا 4 بحال هكا. نديرو كل واحد عنده الحق يجيب غير 4 د الوراقي، وهو يكون مول لاكارت. دوك 4 د الوراقي خص يكون داير لاكارت ديالو عليهم، وملي ياخذهم ما غاديش يجبد لاكارت اخر ويقول لك عطيني 4 اخرين. لا، 4 ديالك خص يجي، 4 اخرين خص يجي لهم مول لاكارت ديالهم، هو اللي يتيريهم من الكيشي ديال التيران، ولا المركز اللي محدد باش تجيب منه ورقتك. هادشي اللي كيبان لي انا باش نقدروا نحدوا من هذا الظاهره هذه اللي تدرات، ديال ان الوراق اللي تحطوا تيمشي والناس ما تلقاش الوراق. القضيه طرات مع الجمهور ديال الوداد، ولكن حاليا ماشي بزاف، قليله تلقى ناس عندها وراقها بعدا، على الاقل تلقى ناس مقطعه. ما كاينش شي مشكل كبير مقارنه بالمغرب. وبخصوص ان الماتش ديال المغرب غير ماتش ودي، بينما الماتش الوداد راه ماتش رسمي. عادي يتسالى الوراق، لان بنادم كياخذ الوراقي بزاف، ولكن انت ما يمكنش تسالى الوراقي في 10 السوايع ما كاملاش. هو الجامعه غادي تلوح عاوتاني دفعات اخرى، ولكن الدفعه الاولى ما يمكنش تسالي بديك السرعه. الناس راه شي واحد اللي دخل ما كيلقى والو، ما يمكنش. فنتمنوا الجامعه تحل هذا المشكل بسرعه. هذا ما كان الاخوه والاخوات. نتمنوا الخير للمنتخب الوطني، بخصوص في الماتش ديالو اللي غيلعبوا ضد جنوب افريقيا في جوهانسبورغ نهار 17 شهر 6 2023، السيمانه اللي مور هذه. فنتمنوا لهم الخير. ان شاء الله التاهل راه مأهل، المساله راه لا شك فيها، ولكن من اجل ان نتلاعب بطل، ان نتلاعب بثوب نصف نهائي كأس العالم، ماشي اي حاجه. راه ماشي نقولوا هذه اللعبه ديال تعادل برا وكذا. لا 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 لا. المغرب دابا حاليا ما بقاش عنده الحق التواضع. هذا مكان. الإخوة الأخوات، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.